راسا جاي يقول حكمت المحكمه حضوريا على المتهم فلان، المتهم شال يده قال له عمي اعدام اعدام، بس انا اريد احلفهم ذول. قال له مولانا حلفه والله وكتابه وهذا قران. قال له لا انا حلفاني خاص، احنا عندنا حلفان خاص. قال له شنو؟ قال له عمي دور وجوهكم العلويه فلانه، قولوا كتاباتنا العلويه فلانه، هذا الحكي صدق. الحاكم متعجب، هذا رجال يريد ينعدم. قال لهم يلا عمي اطلقوا. قالوا له عمي براي الله براي الله، لا شفنا ولا سمعنا. والقاضي قب نار، قال لهم والكم مهلوكين، الله وكتابه هسه صدق علويه فلانه على عيني وعلى راسي، هي امه من اماء الله، هي عابده لله، ولذلك الله اعطاها كرامه وانطاها مقام. لكن ترضى انتم هالشكل تسوون؟ راسا حكم عليهم كل واحد سنه و6 اشهر شهاده زور، وطلع المتهم وخلى القضيه ضده مجهول، وطلع متاثر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. مو هسه يا ريت احنا على مليون ومليونين، على رجيه، على سمكه، على خياره، على سالفه ما ادري شلون، الله وكتبه ورسله، يا ترى الله يرضى مولانا؟ هسه اكو يجي قسم هالشكل، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، هاي الوالله والله طلعنا طلعه، والله فلان هاي والله هاي لغو، هذا الله ما ياخذنا به، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. انا احلف على 10 ملايين وبعدين اكفر، شو باوع، اروح عود للقران شنو يقول؟ يقول كفاره اليمين شنو؟ اطعام 10 مساكين او كسوتهم او صيام 3 ايام. انا احلف على 10 ملايين واجيب لي نص مليون اصرفا على ذا. انت وين ويا من تتعامل؟ انت اذا حلفت زور عشان تطلع من الاسلام. فدير بالك يا اخي عزيزي، ان بين الحق والباطل 4 اصابع. الحق ان تقول رايت، والباطل ان تقول سمعت، حتى لو كان ابنك، حتى لو ابن عمك. من تقعد بالمضيف اذا ما شايف ولا سامع لا تحكي، لا تحكي، لان الله يطلعك من الاسلام.